هقول لك الفرق ما بين البياع الشاطر والبياع الاسطوري. احنا كلنا بنسمع الحته ديت، في بياع كده اسمه البياع الاسطوري. طبعا مش في المنتج ولا في السعر، هو اسطوري ان هو بيبين الفرق كله وبيقدر ان هو يبيع عن طريق الاحساس اللي بيسيبه عند العميل. كان في واحد اسمه روبرت هيرجافيك. روبرت هيرجافيك ده واحد من انجح رجال الاعمال، اللي ببساطه شديده جدا لما جه يتكلم عن المبيعات قال ان في 3 مستويات من المبيعات. في بياع عادي، ده اللي هو بيبيع مواصفات وارقام، اللي احنا كلنا عارفينه ومتدرجين واخدين بالنا منه، اللي هو المنتج فيه كذا وكذا وسعره كذا. ده راجل بسيط خالص كده على قده، ويجي قايل لك من الاخر يعني المنتج ده فيه 1 2 3 وسعره كذا، ما بيتعبش نفسه في اي حاجه. وفي نوع تاني اللي هو بياع اقوى شويه، ده بيقول لك ايه؟ بيبيع نتيجه وتاثير. يعني ايه بقى بيبيع نتيجه وتاثير؟ المنتج ده هيوفر عليك وقت، هيقلل تعبك، وهيزود ربحك، فده كده بيديك نتيجه وتاثيرها عليك هيبقى عامل ازاي. النوع الثالث بقى اللي قاله صاحبنا ده هو البائع الاسطوري، الراجل الاسطوره في المبيعات زي ما بيقولوا عليه. ده بقى بيبيع احساس، بيبيع احساس زي ما بقول لك كده. يعني يحسس العميل ان هو مرتاح، مطمن، مبسوط ان هو بيتكلم معاه. طب عارف الاحساس ليه بتكون اهم من اي حاجه حضرتك تبيعها؟ علشان الحقيقه اللي محدش بقى بيحب يقولها او بيحب ان هو يعترف بيها في الناس البياعين او بتوع البيزنس، ان العميل لما بيجي بيشتري بعاطفته. يعني الاول يبقى حاسس بتعاطف او حابب الامر او حاسس اتجاهه حاجه حلوه، وبعد كده بيطلع مبررات منطقيه ان هو دفع فلوس. والله زي ما بحكي لك كده، حضرتك بتتعرض لها وانا بتعرض لها وكلنا بنتعرض لها. يعني مثلا لما حضرتك تحس بالثقه، ساعتها وانت حاسس بثقه من اللي بيبيعه قدامك ده، فبتقول ايه؟ والله تصدق السعر مناسب فعلا، لا السعر كويس. ليه؟ لان انت واثق فيه انت حسسك ان انت شخص منه كده، فعشان كده انت بتقول السعر مناسب. لما بتحس بالراحه مثلا بتقول ايه؟ والله الجوده عاليه. لما تاخد حاجه كده مثلا وتحس ان هي سعرها غالي، فتبدا تبرر ده، فبتقول ايه؟ لا عشان جودتها عاليه، الخامات حلوه. بيحس انك فاهمه مثلا، يقول ده تصدق ده افضل اختيار، والله الراجل ده فاهم وقاري دماغي كويس. هيرجافيك ده بقى عمل ايه؟ غير فلسفه الشركه بتاعته كلها على بعضها، وخلى هدف اي مكالمه بيع بتتم في شركته ان هي هدفها حاجه واحده فقط، ان العميل يقفل المكالمه وهو حاسس انه احسن من قبل ما كان اتكلم. اللي هو قبل المكالمه، اللي هو انا بعد المكالمه غير قبل المكالمه خالص. هتقولي ده كلام هري ومش منطقي، ولكن صدقني والله مش شرط ان العميل يشتري عندك دلوقتي خالص، بالعكس، ولكن شرط ان في المكالمه او في المقابله